ليش الخداع؟ نحن نشوف جيرونا مثل ما نشوف في المركز ال 18، ولكن هذا المركز اذا فازوا جيرونا ممكن يصعدون الى المركز ال 16 او حتى ال 15. بهذه الطريقه يهربون من مناطق الهبوط، وايضا جيرونا يلعب على ملعبه وبين جماهيره. وايضا المشكله الثانيه ان ريال مدريد يعيش ازمه من الغيابات خاصه في الشق الدفاعي. صحيح انه رجع ميليتاو، ولكن هل الونسو راح يغامر فيه؟ اسينسو احتمال ما يكون اساسي. يعني راح نشوف خط الدفاع بهذه الصوره. مباراه اعتقد انها راح تكون وايد صعبه على ريال مدريد، خاصه ان برشلونه لعب ضد الالافيس وفايز والفارق نقطتين. يعني الضغط باختصار راح يكون على ريال مدريد بشكل كبير جدا. جيرونا ما راح يخسر اي شيء، اقل شيء راح يركن في الدفاع. بس هل هجوم ريال مدريد قادر يسجل؟ انا اقول قادر يسجل، بس شو نقول على دفاع ريال مدريد؟ عودة كورتوا مهمة جدا بكل تأكيد، أفضل عن لونين، ولكن كم كورتوا راح ينقذ ريال مدريد وينقذ ألونسو؟